كان الإمام جالساً بهدوء على ضفاف البحيرة، تنساب المياه بهدوء أمامه مع انعكاس السماء الصافية على سطحها، فيما كانت الأشجار المحيطة بالبحيرة تهتز برفق مع نسيم الرياح اللطيف. نظر بعينين مليئتين بالتفكير والتأمل في هذا المنظر الطبيعي الرائع الذي كان يشهد على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. في ذلك الوقت شعر بأن كل موجة صغيرة وكل ورقة تتراقص على الأشجار وكل نسمة هواء كانت تسبح في ذكر الله تنطق بحمد الله وتسبح بحمده. تأمل الإمام في هذا الكون الواسع، كيف أن البحيرة تجمعت فيها مياه المطر العذب الذي جاد به الله من السماء، وكيف أن الأشجار والنباتات تزين ضفافها، وكأن كل شيء هنا كان يحمل رسالة من الخالق تظهر كيف أن الله خلق كل شيء بقدرة وحكمة. فكر في العظمة التي تكمن في أبسط الأشياء التي يراها الناس عادة، كيف أن الماء الذي يعتبر من أبسط النعم هو أساس الحياة وأصل بقاء الإنسان. رفع الإمام يديه إلى السماء متأملاً في عظمة الله، شاكراً له نعمة الحياة والوجود، ومتذكراً أنه لا شيء في هذا الكون يحدث من غير إرادة الله. دعا الله بأن يمنح البشرية المزيد من التوفيق والهداية، وأن يلهم الجميع أن ينظروا إلى هذه المخلوقات في هذا الكون بعيون ممتلئة بالخشوع والتقدير. وأدرك في قلبه أن ما يراه من جمال الطبيعة وما يعيشه من نعمة الحياة هو نتيجة لرحمة الله الواسعة وفضله الذي لا يعد ولا يحصى.